صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي أنتم بتسمعوني فيه. أخيرًا أهلًا بيكم في حلقة جديدة من randomly by me your host هبة طه. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب وأنتم بتسمعوني. بقى لي كتير ما سجّلتش، بقى لي كتير أوي، ووحشني أوي، أوي إني أسجّل وأعمل حلقات، يعني متحمسة أوي لحلقة النهارده، وهي عن حاجة مهمة جدًا، مشكلة الجيل والأجيال المجاورة حرفيًا، وعن حاجة كلنا بنعاني منها أو على الأقل مرّينا بيها في فترة من فترات حياتنا وstill بنمُر فيها بين فترة والتانية. فكالعادة جهّزوا كوباية رايقة من مشروبكم المفضل، ويالّا بينا نتكلم سوا عن الoverthinking أو التفكير المُفرط، وإزاي ممكن نعالج ده و ونحلّه ونتخلّص منّه بشكل كامل أو على الأقل بشكل كبير جدًا. مبدئيًا أنا حابة أعرف إمتى أقول إن أنا بافكّر تفكير مُفرط في شيء معيّن. التفكير المُفرط هو إنّك تفكّر في شيء بشكل متكرر ومطوّل فيما يتجاوز الحد الطبيعي للتفكير، وبدرجة تأثّر عليك بصورة سلبية وعلى صحتك النفسية وتسبب لك إرهاق عقلي. وكواحدة overthinker قديمة يعني أنا خبرة في الموضوع ده يا جماعة. عارفة إنه أنت وقتها بتكون حاسس إنه لأ، أنا عاجز عن إني أتحكم في عقلي بشكل كامل، أو إني لمّا هابتدي مثلًا أتكلم عن الحلول والحاجات اللي فعلًا ممكن تعملها وتفرق معاك أو تساعدك إنك تتخلّص من الموضوع ده، أو على الأقل هتقلله بشكل كبير جدًا، عارفة إنك هتبتدي تفكر إنه لأ، الحاجات دي مش هتنفع معايا أو الكلام ده كله، بس صدّقني من قلبي يعني الحاجات دي فعلًا أنا جرّبتها وفعلًا فرقت معايا، فأتمنى إن أنت كمان تعمل كده وإن أنت تجرّب، مش هتخسر حاجة. اللي بيحاول كده، كده بيوصل، ربنا سبحانه وتعالى دايمًا واعدنا بده، فأنت لمّا تحاول تحل مشكلة عندك مش هتخسر حاجة بالعكس، آمم، ربنا سبحانه وتعالى على الأقل هينوّر لك طريق يطلّعك برّه الموضوع ده. باقول كده لإني عارفة فعلًا قد إيه الoverthinking حاجة مزعجة، وقد إيه إحنا وقتها بنكون فاكرين إنه الموضوع ما لوش حل، بس لأ هو ليه حل وبيتحسن بشكل كبير وكبير جدًا كمان. طيب هل إحنا أصلًا فعلًا نقدر نتحكم في عقلنا؟ الإجابة هي آه ولأ. آه، عشان إحنا نقدر فعلًا نتحكم في عقلنا بدرجة أو بنسبة معيّنة، ولأ عشان للأسف إحنا مش بنتحكم في عقلنا بشكل كامل أبدًا. ويمكن ده موضوع حلقة لوحده كامل، لإنه نعمل حلقة بقى إزاي بنتحكم في عقلنا، ونعرف إزاي نوصّل رسايل معيّنة لعقلنا تخلّيه يشتغل لصالحنا مش العكس، وإزاي الدماغ بتشتغل والتفكير والكلام ده كلّه، فإن شاء الله هنبقى نعمل له حلقة لوحده، بس هنتكلم يعني في hint معيّن أو في point معيّنة هتشمل الموضوع ده معانا في الحلقة النهارده إن شاء الله. طيب إيه بقى الحاجات اللي نعملها عشان تساعدنا إن إحنا نتخلّص من الoverthinking بشكل كامل أو على الأقل زي ما قُلت هتساعدنا إن إحنا نقلل الموضوع بشكل كبير جدًا. بُصّوا يا جماعة، أول وأهم حاجة في الموضوع ده كلّه وفي إن أنت تتخلّص من المشكلة دي، هي إنك تدرك المشكلة أصلًا. فأول وأهم خطوة عشان تعالج التفكير المُفرط هي الوعي. حاول دايمًا تكون واعي لعقلك وطريقة تفكيرك، لإن من كتر ما الموضوع بيكون بشكل متكرر، بيكون اعتيادي ممكن لدرجة إنك مش مدرك إنك أصلًا بتoverthink. فأول وأهم حاجة الوعي لأفكارك ولطريقة تفكيرك، عشان once إن إحنا أدركنا ده، فنبدأ نشتغل عليه بقى. طيب بعد نقطة الوعي دي once إن إحنا بقى أدركنا أو إحنا مدركين أصلًا إن إحنا بنoverthink أو بنفكّر بشكل مُفرط في شيء معيّن، من الحاجات اللي فعلًا، فعلًا ممكن تعملها وتفرق معاك، ومن الحاجات اللي أنا اتكلّمت عنها قبل كده وعملت لها حلقة لوحدها من كتر ما هي فرقت معايا، مش بس في الoverthinking لأ هي حسّنت من طريقة تفكيري عمومًا وأثّرت في صحّتي النفسية بشكل كبير جدًا، هي الjournaling أو التدوين. اللي مش عارف الjournaling إيه بالضبط، ممكن يرجع للحلقة بتاعته كاملة عشان يعرف إزاي فعلًا فرق معايا. بس النهارده هاتكلم عن إزاي فرق معايا في إني أقلل أفكّر بشكل مُفرط. مبدئيًا هو بيساعدك تطلّع
كل الأفكار اللي في دماغك تمامًا وبشكل مريح جدًا، فهو بيخلّيك حرفيًا تفضّي الدوشة اللي في دماغك. ده بقى بيساعدنا نعمل حاجة مهمة أوي، أوي، اللي هي إن إحنا نعمل detachment أو انفصال عن أفكارنا. بيخلّينا زي ما يكون كده نشوفها ونحكم عليها من بعيد، واللي هي حاجة مهمة أوي، أوي. ليه بقى؟ عشان يا جماعة الoverthinking مش دايمًا بيكون حاجة وحشة، أوقات ممكن يكون alarming sign أو تحذير كده لينا إن في حاجة معيّنة إحنا محتاجين ناخد بالنا منها. فلمّا نjournal ونكتب ونفضّي كل الأفكار ونتناقش فيها مع نفسنا ونحكم على صحتها من عدمه، ولو هي صحيحة فإحنا ليه مثلًا بنفكّر كده أو إيه أساس المشكلة، ده هيخلّيك تعرف نفسك أكتر وتدرك حاجات في نفسك أنت ما كنتش واخد بالك منها أصلًا في الأول. كمان لمّا تكتب وتتكلم مع نفسك عن المشكلة اللي أنت بتفكّر فيها بشكل زيادة، حاول تجيب آخرها خالص، وتتكلم عن كل حاجة تخصّها، ولو ليها حلول هتحلها إزاي، وكل حاجة حرفيًا، عشان بعد كده لو عقلك رجّعك تفكّر فيها تاني، هتوقّفه وتقول لنفسك إنك خلاص already أنا فكّرت في الموضوع ده بما فيه الكفاية. هيتكرر الموضوع ده كام مرّة، بعد كده خلاص هتلاقي نفسك تلقائي عقلك بدأ يدرك إن الموضوع ده ما بقاش مهم بالنسبة لك anymore ومش محتاج تفكّر فيه تاني. إحنا دايمًا لمّا بنoverthink عامةً، إمّا بنفكّر في حاجة تخُص الماضي أو تخُص المستقبل أو ممكن مشكلة بنواجهها في الوقت الحالي. حاول وأنت بتكتب لو هي حاجة تخُص الماضي مثلًا، ففكّر نَفْسك بأفكار زي إن دي حاجة خلاص كده، كده حصلت وأنت محتاج تتخطّاها وتنساها، لإن كده، كده خلاص مش مفيد إنّك تفكّر فيها، بالعكس ده مش هيعمل حاجة غير إنه هيأثّر عليك وعلى النمو الفكري بتاعك وأدائك اليومي بشكل سلبي. لو هي حاجة تخُص الوقت الحالي، حاول تفكّر في الموضوع بشكل إيجابي، وتركّز على اللي في إيدك والحلول اللي تقدر تقدّمها عشان تعدّي المشكلة دي، ولو هي حاجة ما لهاش حل، يبقى نفس فكرة الماضي، التفكير فيها أكتر من كده ده ما لوش لازمة ومش مفيد دلوقتي. ولو هي حاجة بقى تخُص المستقبل، فممكن يكون أفضل حل ليها مثلًا إنّك تبدأ تاخد خطوات تجاه الحاجة دي. لمّا تبدأ تاخد خطوات فعلية، ده هيدّيك ثقة في نَفْسك أكتر، وهيدّيك فكرة حقيقية وواقعية عن الشيء ده، عكس إنّك تكون قاعد بتفكّر فيه من بعيد كده وخلاص. ولو عاوز تعرف أكتر عن الموضوع ده وأنا قصدي إيه بالكلام ده، تقدر تسمع حلقة التعرُّض أو الexposure وإزاي هي أداة بتساعدنا على النجاح، عشان تفهم قصدي أكتر إيه بالموضوع ده، لإنّي اتكلّمت فيه بالتفصيل. من الحاجات برضه اللي هتساعدك تتخلّص من التفكير الزيادة، هي إنك تخصّص وقت محدد للتفكير في الموضوع ده. بالنسبة لي أنا ده كان بيبقى أثناء الjournaling يعني. أنت بقى حتى لو مش هتjournal فخصّص مثلًا نُص ساعة من يومك في آخر اليوم والّا حاجة، وقُل لنفسك ده هيكون وقت التفكير في الشيء ده. كده هتركّز أكتر، وده هيعلّمك إنك تنظّم وقتك وتتحكم أكتر في الأفكار الزيادة دي. الoverthinking ممكن يوصل إنه يكون أفكار مدمرة ومؤذية لينا فعلًا، بتحسسنا بالسوء تجاه نفسنا أو تجاه الناس اللي حوالينا، زي مثلًا التعميم السلبي على كل حاجة، أو التفكير بطريقة اللي هو يا أبيض يا أسود، اللي هو لو ما نجحتش فأنا فاشل وهكذا. في حاجة اسمها التعديل المعرفي السلوكي. دي طرق علاج نفسية فكرتها مبنية على إن مشاعرنا وأفكارنا وأفعالنا مرتبطين ببعض بشكل ما، فلما بنغير في حاجة منهم ده بيأثر على الباقي. من طرق بقى العلاج المعرفي السلوكي ده عشان تعالج الأوفر ثينكينج أو الأفكار المؤذية دي عامة، حاجة اسمها إعادة الهيكلة المعرفية. أنا عارفة إن الكلام ممكن يبقى كبير بس أنا هبسطها لكم. دي معناها إنك تتعرّف على الأفكار السلبية وتبدأ تتحدى صحتها. يعني مثلًا لو عندك فكرة سلبية معيّنة زي إنك فاشل، اتحدى الفكرة دي بإنك تكتب الحاجات اللي تنفيها،
زي النجاحات اللي حققتها قبل كده مثلًا أو الحاجات اللي أنت شاطر فيها وبتعرف تنجزها بشكل حلو. في طريقة تانية برضه اسمها تسجيل الأفكار، دي أنت بتكتب فيها الأفكار السلبية والمشاعر اللي مرتبطة بيها والحاجات اللي تثبتها وتنفيها، وفي الآخر بتكتب فكرة بديلة إيجابية عكسها، وتعمل معاها نفس الحكاية، يعني تكتب يثبتها وينفيها والمشاعر اللي مرتبطة بيها وهكذا. فيما يخُص بقى الطريقة دي يعني، اللي أنا باعمله بصراحة هي إني لو خطرت على بالي فكرة سلبية، باتحدى نفسي إن أنا أستبدلها بفكرة إيجابية على طول. يعني مثلًا لو عندك فكرة سلبية زي إن الناس مش بتحبك، فاستبدلها بفكرة إيجابية على طول، إنه لأ، في حياتي ناس بتحبني وتقدّرني، وهكذا. دايمًا استبدل الأفكار السلبية بأفكار عكسها إيجابية، وده هيساعدك دايمًا إنك تفكّر حتى بطريقة إيجابية وتبقى شخص متفائل أكتر. في حاجة تانية برضه من التعديل المعرفي السلوكي، وهي إنك لو بتمُر مثلًا بأفكار سلبية لدرجة إنها مسببة لك مشاعر من الحزن، دخّل نَفْسك في أنشطة بتحسّس بالمتعة. في حاجة خطيرة كنت قريتها في كتاب قبل كده، كان بيقول إنك لو حاسس مثلًا بمشاعر من الحزن، قوم اتنطّط وارقص وحرّك جسمك حركة شخص فرحان، هتلاحظ بعدها إنك فعلًا الشعور ده قَل، وإنك بدأت تحس بشعور من السعادة وإنك اتحسّنت فعلًا. ده لإن ببساطة زي ما قُلنا أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا مرتبطين ببعض، فلمّا بتحرّك جسمك حركة شخص فرحان، ده بيدّي إشارة لعقلك إنك مبسوط دلوقتي، فبتبتدي فعلًا تحس بالسعادة. ده حصل معايا فعلًا يا جماعة في أكتر من موقف، فجرّبوها بجد عشان هتفرق معاكم وهتتخضّوا من إنه إزاي مشاعركم ابتدت تتحسّن كتير جدًا، جدًا. كمان هيفرق معاك أوي لو شغّلت نَفْسك، اشغِل نَفْسك بأنشطة وهوايات بتحبها أو حاجة جديدة تتعلّمها وتركّز عليها، زي الرسم أو التلوين أو أي ألعاب لذيذة كده زي الpuzzle مثلًا أو حاجة. ده بيخلّي عقلك يوقّف تفكير ويركّز في اللي بيعمله حاليًا وفي الوقت الحالي، بيbring you back to the moment زي ما بيقولوا أو بيخلّيك تعيش اللحظة. من الحاجات اللي عملتها برضه وساعدتني إني أركّز على الوقت الحالي بس وأقلِّل تفكير زيادة، هو الmeditation أو التأمُّل. فعلًا، فعلًا فرق معايا كتير أوي. في أنواع كتيرة من التأمُّل تقدر تبحث عنها لو حابب تعرف عنها أكتر. رأيي إنه أكتر نوعين ممكن يفرقوا في الoverthinking هو أول واحد وده اللي أنا شخصيًا جرّبته، هي إنك تقعد قعدة مُريحة وتضبط وقت معيّن وليكن مثلًا 3 دقايق في الأول طبعًا، بعدين ممكن تزيد، لإنه الموضوع في الأول بيكون صعب خصوصًا على شخص overthinker يعني. وتبدأ تقعد ما تفكّرش في أي حاجة غير مثلًا إنّك تركّز على نَفَسك، وكل ما عقلك يرجع يفكّر، هترجع أنت تركّز على نَفَسك تاني وهكذا. ده زي ما قُلت بيرجّعك للتركيز في اللحظة الحالية، ومع الوقت والاستمرار هتوصل فعلًا إنّك بتقعد ومش بتفكّر في حاجة. وده هيحسّسك براحة كبيرة جدًا، وهيحسّسك بنوع من السيطرة شوية على عقلك وعلى الأفكار الزيادة دي. النوع التاني من التأمُّل هي إنّك هتبدأ تظهر في عقلك أفكار، ما تحاولش تقاومها وراقبها بس من بعيد. ده شخصيًا أنا ما جرّبتوش، ولكن هو مُعتمد على فكرة مهمة وحقيقية جدًا، هي إن الأفكار والمشاعر قوتها في مقاومتنا ليها. وبيعتمد كمان على فكرة إنه مش كل الأفكار اللي بتخطر على بالنا أو في عقلنا هي أفكار بتعبّر عننا أو تمثّلنا في شيء، ودي حاجة هنتكلّم عنها إن شاء الله في حلقة لوحدها، في اللي هي الحلقة اللي هنتكلّم فيها عن إزاي بنتحكّم في عقلنا وإزاي الدماغ بتشتغل وكل الحاجات دي. وأخيرًا بقى من أهم الحاجات اللي فعلًا فرقت معايا في إني أتخلّص أو أقلل كتير من الoverthinking وفي صحتي النفسية عمومًا، هي الرياضة. بالنسبة لي أنا رياضتي المفضلة هي المشي، فالمشي أو نزول الgym عمومًا بيساعدك تبطّل تفكير، لإنه ببساطة من الأنشطة
اللي أنت ممكن تشغِل نَفْسك بيها، عشان أنت لمّا بتكون بتتمرّن مش بتفكّر في حاجة غير التمرينة بتاعتك. كمان أصلًا بعد الرياضة الجسم بتُفرز فيه مواد اسمها الendorphins، دي مواد كيميائية بتحسِّن من مزاجك ومودك وبتحسِّسك بالسعادة. طبعًا مش محتاجة أقول إن النشاطات الاجتماعية أو إنك تحاوط نَفْسك وتتكلّم مع الناس اللي بتحبها، ده بيساعد جدًا، جدًا إنه يقلِّل من التفكير الزيادة. وكمان لو ما عرفتش تحل الموضوع أو حسيت إنك لأ، جرّبت كل حاجة وبرضه مش عارف تحلّه، طبعًا مع الاستمرار لإن الحاجات دي فايدتها بتحصل لمّا تكمّل عليها أو تستمر عليها، فتقدر تتوجّه لحد يساعدك زي دكتور أو معالج نفسي. مهم جدًا، جدًا نستثمر في صحتنا النفسية، صحتنا النفسية هي حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا وتستاهل إن إحنا نستثمر فيها. في النهاية أحب أقول لك لو أنت بتمُر بفترة بتفكّر فيها زيادة، فit's okay عادي، كُلّنا بنمُر بفترات زي دي طول الوقت، المهم إنك تحاول تتعامل مع ده بشكل صح، وأنا شاركت معاكم الحاجات اللي عملتها وفعلًا فرقت معايا، ومتأكدة إنه إن شاء الله طريقة منهم أو كلّهم لازم، لازم هيفرقوا معاكم أنتم كمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده، ما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين وسوريا والسودان وكل مكان وتدعموهم طول الوقت، وكمان هاستنى رأيكم على الaccount الخاص براندملي على الإنستجرام، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لها share عشان ده هيساعدني أكتر وبيدعمني أكتر، وحقيقي باكون ممتنة لكل حد بيقول لي رأيه أو بيعمل share عشان ده بيفرق معايا جدًا. وبس كده، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من randomly. باي باي.